هتسألني بقى سؤال هتقول لي يعني لما أنا أدخّله كloading count population هيشتغل إزاي معايا؟ طب ما أنت كده هتضرب بس، أنت بس كده هتضرب عدد السكان في التصرُّف بتاعي أو اللي هو التصرُّف بتاع الفرد الواحد اللي هو 80% والّا 90% حتى من استهلاك الفرد، هاشغّلهم إزاي بقى؟ في حاجة في الcomponent هنا كده اسمها extreme flow setup. الextreme flow ده يا شباب اللي هي المعادلة بتاعتي، يعني أنا ممكن آجي أعمل هنا new أعمل equation دي based على إيه؟ ممكن based على الtable أو ممكن equation يعني ممكن إن أنا أعمل table أو ممكن إن أنا أعمل equation حتى الequation ذات نفسها هل مبنية على الpopulation والّا الbase load؟ أنا مش باعمل كده الصراحة، يعني أنا مش باقعد أتعب نفسي وأقعد أدخّل أنا الequation بنفسي، أنا باجي من هنا أعمل import وأفتح دي كده، هييجي لي هنا اسم الإيه، اسم المعادلات اللي أنا ممكن أستخدمها. البابت equation دي يا شباب هي المعادلة اللي إحنا بنستخدمها لو عدد السكان أقل من 80,000 اللي هي بتاعة الكود، اللي الكود قال لك عليها 2/10 BS-SOTS. الهارمون دي equation اللي هي المعادلة التانية اللي هي فيها 14 زائد الجذر بتاع البي اللي هي بتاعة عدد السكان أكبر من 80,000. فإحنا هنا غالبًا عدد السكان هيطلع معانا أصغر، معظمنا يعني على الأقل، فإحنا هنستخدم البابت equation. في حالة إنها تبقى أكبر لو طلعت معاكم أكبر هابقى أقول لكم إن شاء الله تعمل إيه، بس يعني حد يكون يطلّعها أكبر كده الأول. فأنا خلاص أنا اخترت المعادلة أهي، عملت عليها علامة صح وأقول له submit. استوردتها خلاص مكتوبة أهي بابت equation مكتوب هنا عندي الcut off value 5. معنى الcut off value دي يعني معناها لو أنا حسبت لو البرنامج حسب البيك فاكتور وطلع أكبر من 5 البرنامج مش هياخده أكتر من 5 آخره 5 وده صح جدًا ماشي. كمّل بقى هنا معايا هو الراجل حاطط الfactors هنا بس الfactors دي كلّها صحيحة، يعني لو أنت جيت على المعادلة دي كده C1 ب0 ده منطقي فعلًا، الC2 ب5 منطقي برضه، الE1 ب1 مضبوط، الM1 مثلًا اللي فوق دي ب0 ما فيش حاجة فعلًا في البسط ده في المقام، الM2 هي اللي ب1 مضبوط. طيب بُص بقى على الE2 كده، E2 اللي هي في المقام اللي إحنا قلنا أس E2 أهي. الE2 دي المفروض إنها 1/6/7 هي معمولة هنا ب2/10 فإحنا المفروض إن إحنا نعدّلها نخلّيها 1/6/7 هي دي كل مهمتنا، يبقى دي المعادلة أنا اتأكدت من الfactors اللي فيها مضبوطة، كل الفكرة إن أنا هنا الأس سُدس دي إن أنا أعدّلها بس كده أخلّيها إيه، بدل ال2/10 أس سُدس يعني، وأقفل ده كده معايا، يبقى أنا عرّفت المعادلة بس لسه برضه ما قُلتلوش اضرب، أنا لسه ما شغّلتوش، أنا عايزه يشتغل، فباجي من هنا كده حاجة اسمها extreme flow setup هاضغط على extreme flow setup دي كده وأقول له new وسميها أي اسم براحتك. طيب تعالَ هنا كده، أنا عشان أستخدم الequation بتاعتي لازم أعمل أول حاجة use أعلّم على علامة الصح دي، ما فيش مشكلة. هاضرب لك الdry weather flow الunit اللي أنت مدخّله اللي هو العدد بتاعك في الBabel equation ماشي، ولو أنا عايز أضربه كمان في factor هاضربه، بمعنى إن أنا مثلًا عايز أعلّي التصرُّف بتاع الصيف مثلًا وليكن أنا عايز أضربه في 1 وربع، عايز أضربه في 1 و3 عايز أضربه في 1 ونُص براحتي، غالبًا إحنا مش هنضربه يعني، في القرى بيضربوه في 1 وربع ماشي، إنما هنا إحنا مش هنضربه في حاجة، إحنا هنضرب كل الحكاية إن أنا باقول له الunit dry weather load 1 اللي هو ب160 لو تفتكروا، ال160 لتر per day ده بالكابيتا هاضربه في الBabel equation وهو كده هيضربه لي في العدد بقى، هيضربه لي في العدد بتاع كل مطبخ ويحسبه لي. طيب التانية بقى دي بتاعة المسجد، لأ المسجد ما ينفعش إن أنا أضربه. الخدمات عمومًا ما ينفعش إن أنا أعملها peak flow الخدمات باخدها زي ما هي، بس بشرط إن أنا أكون حاسبها على عدد الساعات بتاعتها، يعني لو أنت قابلك خدمات في الشغل بتاعك اللي موجودة عندك في الcompound بتاعك، أي خدمات بتشتغل عدد ساعات معينة، يعني على حسب بقى نوع الخدمة وممكن تكون في الكود على ما أتذكر إنها في الكود، فارجع للكود لو قابلت أي خدمات في الcompound هنشتغل على عدد الساعات بتاعة الcompound ده، ساعتها الخدمات دي هتدخل الloop بتاعها ثابت. حتى في المَيّة، يعني مش بيتغيّر، هو ثابت، إنّما هو المشكلة بتاعتنا هو الاستهلاك السُكّاني في المنازل، هو ده اللي بيتغيّر على مدار اليوم، سواء كان استهلاك مَيّة ذات نَفْسها، مَيّة شُرب، وطبعًا ده بيترتّب عليه تغيُّر في التصرُّف كمان بتاع الإيه، بتاع الصرف نتيجة التغيُّر بتاع استهلاك المَيّة. لحد كده معايا يا شباب؟
بقول لك تمام. يا باشمهندس، هو لما بيجي اتفضل يا يحسب مهندس. البيك فاكتور بيحسبه على مبنى واحد ولا بيحسبه على الكومباوند كله؟ لا، بيحسبه على مبنى واحد. سؤالك كويس جدا. هو بيحسبه، بيبدأ يحسبه كل طول ما هو ماشي، وده سؤال يعني حلو جدا، هياخدنا لحاجة. يعني السؤال ده كويس ان انت سألته، هياخدنا لحاجة كويسة جدا. انا لسه كنت بقول لكم اللي هيطلع من عندكم العدد السكان بتاعه اكبر من 80,000. ارجع ليا وقول لي ان هو اكبر من 80,000 ليه؟ لان في اماكن تستحق انها تستخدم فيها اللي هو البابت. يعني في لحد فرع معينة البابت هو اللي يستخدم، صح كده؟ يعني في مكان معين عدد السكان فيه وصل لحد 80,000، ما ينفعش إن أنا آجي أستخدم البيك الصغير، البيك اللي هو الواحد اللي هو فيه 14 زي الجذر بيه ده، على الشغل كله، لأن البيك ده بيقلل. يعني أنت حاول تحسبها كده وقارن بين البيك ده والبيك ده، هتلاقي البيك اللي هو فيه أسوسوتس ده، بي أسوسوتس، هتلاقيه بيطلع أكبر. فمش معقولة أنا أشغل شبكة كاملة على بيك فيهم، نتيجة إن عدد السكان أكبر من 80,000. لا، أنا عايز أجزاء معينة تدخل معايا. فساعتها لا، ساعتها ممكن إن أنا أحط المعادلتين وأشغل المعادلة اللي هي بتاعة البابت، لحد أشغلها عادي جدا على الشبكة كلها، مفيش مشكلة. واجي ارجع تاني اغير اخليها تشتغل هارمون، واشوف الفرق في الاقطار. لقيت ان في فرق حصل، يبقى ارجع اثبت، ارغمه بقى، ارغمه على الاقطار اللي كانت طالعه لي من البابت لحد ايه، لحد الفرعه اللي هيبقى فيها البوبيوليشن اقل من 80,000. ودي احنا نقدر نعرفها. يعني احنا لو جينا واحنا بعد ما هنصمم ان شاء الله ونعمل رن، لو ضغطنا على اي فرع كده وكتبنا هنا بوبيوليشن، ده بحثنا على البوبيوليشن، هيجيب لي مجموع البوبيوليشن اللي جايه من ايه، اللي جايه من الاول خالص. فاهمني كده ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس، تمام. يعني سؤال كويس جدا في محله يا احمد، ان هو فعلا ال- ال- الحته دي مهمه جدا في حته الحسابات، لان هو فعلا بيثبت، زي ما قلت لك بيثبت بيك فاكتور واحد يبدا يشغله على الشبكه كلها. وده طبعا يعني بيحصل مشاكل بسبب الموضوع ده، ان انت ساعات بتبقى مصمم شبكه كامله، وتيجي تقول للكومباوند ده انت ليك تاي ان، ليك مثلا هتصرف 45 لتر ثانيه. فهيجي الراجل يحسب ال 45 لتر ثانيه بتوعه على البابت عشان الكومباوند بتاعه صغير، يلاقي الرقم بتاعه اكتر من 45، عشان اللي مصمم بالشبكه الرئيسيه كان حاسب ايه؟ كان حاسب على الهرمون. انت تطلع مثلا 51 لتر ثانيه، هو حاسبها 45. فاهمني؟ هو ده الفرق اللي بيحصل نتيجه كده، نتيجه ان الراجل خلاص شغل الهرمون على الشبكه كلها، اشتغلت على الشبكه كلها. انما البابت المفروض فعلا تشتغل لحد عدد السكان بتاعها 80.